الحكاية بدأت لما الراجل ده استلم طرد قبل كده، ولما فتحه لقى فيه نموذج معماري مصغر. والمفاجأة كانت إنه هو نفس العالم اللي كان عايش فيه زمان. ساعتها الست رمت إزازة في الرمل اللي في الصندوق، وفي اللحظة اللي بعدها مجموعة الناس اتحبسوا جوه الإزازة. جندي طلع مسدسه وضرب نار على الكوباية الإزاز، بس مفيش أي تأثير خالص. في اليوم ده هي وقعت صرصار بالصدفة جوه الرمل. الراجل بسرعة رش نبيت حشري جوه الرمل، والصرصار على طول فقد الوعي. الراجل زق الست وطردها من البيت وهو متعصب عشان كان واقع في حب بنت من البنات اللي جوه الصندوق. بس البنت دي كانت عايشة في عالم تاني من 2000 سنة، ومش ممكن يقابلها في الحقيقة. ولما شاف الست حزينة على فقدان عيلتها، قعد في اوضته وفضل يفكر. بعدها طلع صاروخ ألعاب نارية ولعه واستخدمه عشان يوصل حبه للبنت. ولما هي شافته اتأثرت جدا ونزلت دموعها. وفجأة مهاجم هجم عليها واتحاصرت من الأعداء. الراجل طلع دبابة صغيرة بيتحكم فيها بالريموت من صندوق. الأعداء اتلخبطوا أول ما شافوا الجسم الغريب ده، بس أول ما وجه المدفع ناحيتهم بالريموت خافوا جدا ووقعوا على الأرض. وفي الآخر كلهم جريوا من المكان.